ما شفتش حاجة حلوة أكتر من الموقف الجميل للاعب نهضة بركان ياسين البحيري. حاجة ما شفناهاش في الملاعب قبل كده، بالعكس. بكل أسف أنا بشوف مواقف زي دي في الدوريات المحلية بيسيبوا واحد تتقطم رقبته، مفيش أي مشكلة، أو يعمل نفسه مش واخد باله، أو يكون يعني قرفان منه بقى نتيجة المباراة كده ولا كده. كتير بنشوف حاجات بتتمثل كتير. طب ده البحيري ده فرقته كانت متعادلة، وقصدي كانت يعني محتاجة جون عشان تعوض. كان الزمالك متقدم، وكان ممكن سيد يقول لك انا هشيل لي، طب ما انا اوطي كده واعمل فينت وفيلم ودونجا يعني راسه تتدغدغ، مفيش اي مشكله. هذا المشهد الجميل بكل اسف الناس اتكلمت عنه كتير، لكن يعني كم كنت اتمنى انه هذا اللاعب يكرم في مصر قبل ما يسافر بشكل كبير، انه يمنح بعض المكاسب في نادي الزمالك، انه يحصل على عضويه دائمه لنادي الزمالك، انه يحصل نوع من التكريم ليه حتى في فرقته في المغرب، ان حد من الزمالك يسافر له ويكرمه هناك. حاجات كده بتحصل كتير جدا يعني، وبتبقى اشاره جميله جدا جدا.